فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد وأخبرها الخبر، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. وانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل ابن عمها، وكان امرؤ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب العبرانية ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد كف بصره. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك. لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً. ثم لم يلبث ورقة أن توفي. وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة، وأول وحي من القرآن لتبدأ رحلة تغيير التاريخ البشري. وفتر الوحي بعد ذلك أياماً لتذهب حرارة المفاجأة وليحدث التشوق. ثم ظهر له جبريل مرة ثانية جالساً على كرسي بين السماء والأرض، فعاد إلى أهله طالباً التزمل والتدثر، فنزلت: يا أيها المزمل، ونزلت: يا أيها المدثر، قم فأنذر. وكان في ذلك الأمر بالتبليغ والدعوة.